أصدقائي في قناة وأولاد حبايبي تيمور وطارق. النهاردة معانا الفصل الثالث من قصة أوليفر تويست. وقلنا إن الفصل التاني كان فيه إن أوليفر اتخانق مع نوه كليبول، ونوه كليبول ده كان قديم عنه في الشغل وكان بيغير من أوليفر، فراح أوليفر ضربه لما قال كلام وحش على مامته. طبعا حصلت خناقة جامدة جدا، نقدر نعرفها لما نتفرج على الفيديو بتاع الفصل التاني. هنكمل مع بعض أحداث قصتنا الفصل الثالث أوليفر تويست Chapter 3. الفصل الثالث On the road to London. في الطريق إلى لندن. Oliver didn't know where to go. Oliver ما كانش عارف يروح فين. He walked for a long time and he was very tired. هو مشي الوقت طويل وكان تعبان جدا. He sat down on a milestone to rest. وقعد وهو ماشي في الطريق، قعد على حجر كده عشان يرتاح. The milestone said London 70 miles. والحجر دوت كان مكتوب عليه إن لندن على بعد 70 ميل. لندن. He thought. فكر أوليفر وقال لندن. مستر بامبل can't find me in London. مستر بامبل استحالة يلاقيني في لندن. So Oliver began walking again. وعشان كده أوليفر بدأ إن هو يمشي تاني. Oliver walked 20 miles the first day. أوليفر بدأ إن هو يمشي لمدة 20 ميل، وده كان في أول يوم مشي فيه. He ate only one piece of bread. ما أكلش غير بس قطعة من الخبز. With some water. مع شوية مية. At night he slept near the road. وبالليل هو نام بالقرب من الطريق. The next morning he was cold and hungry. وتاني يوم الصبح هو كان صاحي بردان وجعان. He bought some bread with his only penny. اشترى عيش بآخر مليم كان معاه. He walked 12 miles that day. ومشي في اليوم دوت 12 ميل. يبقى أول يوم مشي 20 ميل وتاني يوم مشي 12 ميل. As the days passed. وبمرور الأيام Oliver became very weak. أوليفر بقى ضعيف جدا. A kind man gave him some bread and cheese. في راجل طيب اداله شوية عيش وجبنة. A poor old lady gave him some food and gentle words. وقابلته ست كبيرة في السن كانت طيبة وحنينة عليه، اديته أكل واديته كلمات بتطيب خاطره، يعني تقوله معلش يا ابني. On the seventh day. وفي اليوم السابع Oliver was exhausted. في اليوم السابع أوليفر كان خلاص بقى، كان جايب آخره بقى في التعب، يعني مش قادر يكمل الرحلة. هو طبعا هو في رحلته للندن ومشي مسافات كبيرة جدا، بينام في الشارع، برد وجوع حاجة كده يعني صعبة جدا. He arrived in a little town near London. هو وصل لمدينة أو بلد صغيرة قريبة من لندن. He sat near the road to rest. وقعد على الطريق علشان يرتاح. Then a strange boy looked at Oliver and said. وفجأة جه ولد وبيكلم أوليفر، بيبصله بيقوله Hello, what's the matter? ازيك؟ في حاجة؟ The boy had big ears and little eyes. الولد ودانه كانت كبيرة وعينيه صغيرين. He was short. هو كان قصير.
He was Oliver's age. كان في سن أوليفر. He wore a long man's coat and a man's hat. هو كان لابس بالطو كده بتاع رجالي، تمام، بالطو رجالي and a man's hat وطاقية رجالي برضو، يعني مش لايقة على سنه. Oliver told him his sad story. وأوليفر حكاله قصته الحزينة. Come with me, said the strange boy. والولد الغريب دوت قال له تعال معايا. I can help you. أنا هساعدك. He smiled and took Oliver to an inn. ضحك لأوليفر وراح واخده معاه على مكان ياكلوا فيه لقمة. At the inn، وفي المكان دوت أو في الحانة ديت اللي هي بياكلوا فيها ويشربوا، Oliver had bread, ham and something to drink. وفي المكان دوت أوليفر أكل عيش ولحمة وكمان شرب حاجة. I feel better, said Oliver. فأوليفر قال له يا سلام، ده أكلة جميلة وأنا بجد كده تمام زي الفل. The boy smiled and asked. الولد ابتسم له وقال له Are you going to London؟ قال له أنت رايح لندن؟ Yes, answered Oliver. قال له أيوة أنا رايح لندن. Do you want a place to sleep؟ مش عايز مكان تنام فيه؟ Oh yes please, said Oliver. فأوليفر رد على الولد قال له يا ريت لو ينفع. I slept outside in the cold for 7 nights. فأوليفر بيقول له أنا نمت 7 ليالي في البرد. أنت متخيل؟ Stay with me. I know an old man in London. فالولد بيقول له خلاص خليك معايا وأنا عارف راجل كبير كده في لندن. You can sleep at his house. وقال له أنت ممكن تنام عنده في البيت. Oliver was happy to accept his help. وأوليفر انبسط قوي بعرض الولد اللي قال له عليه. My name's Jack Dawkins. أنا اسمي جاك دوكنز. But they call me Dodger. لكن هما بيندهوا عليا يقولوا لي يا دوجر. The two boys walked to the big city together. والولدين اتمشوا مع بعض علشان يروحوا للمدينة الكبيرة. It was almost 11 p.m. والساعة كانت حوالي 11 بالليل. When they arrived in London. لما وصلوا لندن. Oliver followed Dodger. Oliver مشي مع دوجر. He looked at the small dirty streets and the old houses. أوليفر وهو ماشي عمال يتفرج بقى على الشوارع الصغيرة والبيوت اللي هي يعني مش حلوة وكده، يعني كان المكان شكله كده بشع يعني. The ground was wet. الأرض كانت مبلولة، يعني الأرض كده فيها مية وبتمزلق كده زي البرك كده. Everything was ugly. كل شيء كان شكله متنيل 60 نيلة يعني. There was an awful smell everywhere. كان في ريحة معفنة جدا في كل مكان. Dodger stopped in front of an old black house. Dodger وقف قدام بيت قديم ولونه أسود. He and Oliver went up some broken stairs. هو وأوليفر طلعوا على السلالم المكسرة بتاعت البيت ده. They entered a dark dirty room. ودخلوا أوضة أعوذ بالله، يعني أوضة كده استغفر الله العظيم، يعني شكلها معفن. There were a lot of young boys.
كان في أولاد كتيرة صغيرين. There was an ugly old man near the fire. وكان في راجل شكله كده صعب، يعني شكله وحش قوي، وإيه، واقف قدام الدفاية. طبعا الدفايات زمان كانوا بيعملوا نار كده في المكان كده، تكعيبة يعني، يحطوا فيها خشب وبتاع ويولعوها، ودي كانت بتبقى الدفاية في البيت. He had red hair. شعر الراجل دوت اللي هو اللي كان واقف عند الدفاية أو عند النار كان شعره لونه أحمر. and a red beard. وكانت دقنه لونها أحمر برضه. he wore dirty clothes. هو كان لابس لبس زي الزفت معفن. he smiled at Oliver and said. هو ضحك لأوليفر وقال له I'm happy to meet you. أنا مبسوط إن أنا بشوفك هنا. I'm vegan. أنا vegan. Oliver looked at all the handkerchiefs hanging in the room. أوليفر قعد يبص كده، لقى بقق كده اللي هي فيها الهدوم، زي ما قلنا في الفصل اللي قبل كده. handkerchiefs اللي هي جمع بقجة، والبقجة ديت زي الملاية كده بنحط فيها هدوم. فهو لقى المكان كله متعلق فيه كده ايه، بقج كده، يعني ايه، فيها حاجات، فيها هدوم كده يعني. فيجن said we washed them. ففيجن بيقول لأوليفر، بيقول له احنا كنا غاسلين يعني. now sit down and eat some sausages. دلوقتي اقعد بقى وتعالى بقى يلا عشان تاكل لك شوية سجق حلوين. Oliver was happy to eat some hot food in a warm room. وأوليفر كان مبسوط جدا إن هو ياكل أكل حلو في أوضة دافية. he soon fell asleep. وبعد شوية صغيرين وقع في النوم. the next morning Oliver woke up late. وصباح اليوم التالي أو تاني يوم الصبح أوليفر صحي متأخر. فيكن prepared a cup of coffee. وفيكن كان بيحضر كوباية قهوة. he turned around and looked at Oliver. هو بيتلفت حواليه كده وبيبص على أوليفر. Oliver closed his eyes and didn't move. أوليفر قفل عينيه ومتحركش. فيكن thought Oliver is still asleep. وفيكن كان متخيل إن أوليفر لسه نايم، أو كان فاكر إن أوليفر لسه نايم. So he took a box from a secret place in the floor. وهو عشان هو فاكر إن أوليفر كان نايم، ففتح كده تحت البلاطة كده وراح مطلع إيه، مطلع صندوق من تحت البلاطة كده. He put the box on the table and opened it. هو حط الصندوق على الترابيزة وفتحه. He took out many beautiful watches and splendid jewels. وهو فاتح الصندوق وبيقلب في الصندوق، فمطلع منه ساعات شكلها جميل جدا ومجوهرات شكلها غالية قوي. Suddenly Fagin saw Oliver wake up. وفجأة فيكن شاف أوليفر إن هو صحي أو بيصحى. فيكن quickly closed the box. وفيكن بسرعة راح قافل الصندوق. He was angry and said. كان متعصب وراح قايل Why are you awake؟ أنت ليه صاحي؟ أو أنت صاحي ليه؟ I'm sorry sir. أنا آسف يا سيدي. I just opened my eyes. أنا بس لسه بفتح عينيا. said Oliver. وده اللي قاله له أوليفر. Did you see those pretty things؟ أنت شفت الحاجات الحلوة اللي كانت أنا في إيدي اللي أنا مطلعها دي؟ asked فيجن. ففيجن بيسأله بيقول له هو أنت شفت اللي كان معايا أوليفر؟ قول الصراحة مش هديك على قفاك. yes sir. قال له أيوة
said أوليفر. فأوليفر قال له أيوة شفتهم. فالراجل بقى بيتمسكن عليه بيقول له I am an old man and they are all I have. ففيجن بيقول له أنا راجل كبير في السن عجوز وده كل اللي حيلتي. Now go and wash your face. قال له دلوقتي بقى امشي كده واغسل وشك. Oliver thought vegan must be a miser. فأوليفر بيفكر بيقول هو فيجن ده يعني شكله كده غريب، شكله كده ان هو يعني منين شكله معفن ومنين معاه فلوس ومنين معاه الحاجات الغالية ديت. اكيد فيجن دوت في حاجة بايظة في حياته او في بؤس يعني. He lives in a dirty place and has many jewels. عايش في مكان معفن ومعاه المجوهرات دي كلها. At that moment, Dodger and his friend Charlie Bates arrived. وفي اللحظة ديت دوجر بيجي هو وصاحبه تشارلي بيتس. They all sat down and had breakfast. كلهم قعدوا مع بعض وفطروا سوا. Did you boys work this morning؟ هاي أولاد كان في شغل النهاردة؟ فيجن سألهم قال لهم ها ايه الدنيا، أخبار الشغل النهاردة الصبح ايه؟ Yes we did. قال له أيوة احنا اشتغلنا الصبح وكانت الدنيا حلوة. Look here are some wallets and some handkerchiefs. قال له بص اهو جايبين لك معانا ايه، جايبين لك معانا محافظ وبؤج ومناديل بقى فيها حاجات هتحبها قوي. وبكده بينتهي معانا الفصل الثالث، وكان فصل جميل جدا. وده كان الطريق للندن ورحلة أوليفر مع دوجر. وهنعرف بعد كده ان في موضوع كبير قوي في الفصل الرابع ان شاء الله، وهنكمل مع بعض احداث القصة بتاعتنا أوليفر تويست. اتمنى يكون الفصل التالت عجبكم، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتعليق حلو علشان ندعم الفيديو ونفيد اكبر عدد من مشاهدة القصة الجميلة، ويتعلموا ازاي يقرأوا وازاي يترجموا بكل سهولة. واللي مشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك. شكرا جزيلا. Thank you so much.